احنا بقى نتكلم كوره. هو انا النهارده نادي الزمالك مع احترامي لشيكابالا، مع احترامي لاي حد من الزمالك، نادي الزمالك كان رايح ليه؟ عشان ياخد البطوله. برافو عليك، مش يجيب لي التيشيرت ويرجع. انا ما خلينا بقى نتكلم. انا قصدك على شيكابالا ولا على نادي الزمالك؟ يعني على نادي الزمالك ككيان عيب لنادي الزمالك كنادي كبير لما يروح يلعب بطوله العربيه. لا يروح، انا رايح عشان اجيبها، رايح عشان انافس على البطوله. لكن انا خسرت البطوله، خسرت كل حاجه، وارجع ان انا راجع بالتيشيرت. طب ازاي؟ ايه الفرحه اللي فيها في التيشيرت؟ ده عيب. ده شيكابالا لعيب كبير ونجم، ورونالدو اسطوره. لكن الموضوع عادي يا فاروق ان انت بتغير التيشيرتات مع بعضيها، مش قصه، مش بطوله يعني. تغيير التيشيرت مش بطوله. ولا هي تغيير يمكن مولر بقى لما ما تصور بتيشيرت النادي الاهلي وقال لك النادي الاهلي بايرن ميونخ في افريقيا. صح. نوير مش غير التيشيرت مع الشناوي، ما اتعملتش. بس انا باكد لك ان امال الزمالك لو اسطوره في العالم في كره القدم يا فاروق، امال الزمالك ده اسطوره عند الزمالك وجماهيره. معلش، فهي تغيرت مع احترامي اللقطه دي اتاخدت كده. انت مش عايز تتاخد كده ليه؟ انا مش قلت مش انت بتروح في حته ثانيه ان التيشيرت هو انا شايفها هو المكسب يعني. يا حبيبي ما انا شايفها عاديه. انت لعيب كبير، انت مش لا، هي ما تبقاش عاديه مع نجوم كبيره. يبقى ما هو نجوم كبار. وليه وهم بيعملوا القرعه او بيعملوا التوصي بتاع قبل المباراه، شيكابالا لما طلب منه التيشيرت، فالراجل باحترامه وكل ذوق راح شافه وراح اداله. احنا ليه بنعمل عليها قصص وافلام وحواديت؟ انت فاهمني؟ دي عاديه جدا يا فاروق. يعني تغيير التيشيرت ده عاديه. انا ماليش دعوه بقى بالقصه التيشيرت. انا كنت اتمنى ان نادي الزمالك كنا نفرح والجماهير تفرح برجوعه بالبطوله، لكن ده ما حصلش. حصل؟ لا ما حصلش. بس والحمد لله رجعنا بتيشيرت رونالدو. ابن على فكره شيكابالا بيلبسه دلوقتي. انا ماليش دعوه بشيكابالا. ابنه بيلبسه يا باشا، واتمنى ابن ادم ابن شيكابالا يبقى احسن لعيب في العالم ويبقى اسطوره الزمالك ويبقى امتداد لشيكابالا في النادي الاهلي. وعلى فكره احنا بنتكلم على فكره برضه عشان الناس ما تفهمش، انا بحب شيكابالا جدا يا فاروق، محدش يقدر يقول لي انت تحبه وما تحبه، مش هتقنعني، انت بتقول الحقيقه. لكن انا بكلمك ان تغييرة التيشيرت ما تعمليش عليها الهليله دي كلها. تمام يا كابتن، وجهه نظرك. يعني انت النهارده ماشي، خلينا بقى نتكلم. انت بتقول مع احترامي حد يختلف على الكابتن حسن شحاته الاسطوره؟ لا. حد يختلف على كابتن خطيب؟ ما في ناس كتير طيب بس خليني اخد احمد مرغني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب الجميع يكون بخير. الواجهه المقبله للسيد عبد الحفيظ بعد الرحيل عن الاهلي. ترددت خلال الساعات القليلة الماضية مساعي النادي الأهلي للحفاظ على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وطرح العديد من المناصب الإدارية أمامه. ولكن لاعب النادي الأهلي السابق قرر أن يخوض تحدي جديد. ووفقا لمصدر وثيقة صلة من الكابتن سيد عبد الحفيظ، فإن مدير الكرة السابق يفكر في التواجد في الإعلام خلال الفترة المقبلة، وأن يعود إلى الشاشة مرة أخرى كمقدم برامج. وأضاف المصدر أن النادي الأهلي يسعى إلى الحفاظ على الكوادر الكبرى والمخضرمين من أمثال سيد عبد الحفيظ من أجل الحفاظ على الجانب المضيء في الفريق، والوصول إلى الكوادر الناجحة بالحفاظ عليها دائما. وترددت العديد من الأقاويل التي تشدد على أن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيقوم بتضخيم أي أحداث خاصة بمدير الكرة من أجل إزاحته عن المشهد وتواجد وجوه جديدة غير عبد الحفيظ، ولكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات المنتشرة من جانب وسائل الإعلام. ويسعى سيد عبد الحفيظ إلى العودة للشاشة من أجل الحديث بحرية وتقييم أداء الجميع، خاصة أنه كانت لديه تجارب سابقة مميزة في هذا الصدد بعد رحيله من المرة قبل الأخيرة من منصب مدير الكرة قبل أن يعود إليه مرة أخرى. وحصل خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق على منصب سيد عبد الحفيظ وسط مخاوف من عدم إجادة وأحكام قبضته على منصب مدير الكرة، مثلما كان يفعل سيد عبد الحفيظ من توازن مع اللاعبين والجهاز الإداري. وما زالت الجماهير الأهلاوية متعجبة من قرار الذي اتخذه الكابتن محمود الخطيب بالإطاحة بسيد عبد الحفيظ أمس وتواجد خالد بيبو بدلا منه في حضور لجنة التخطيط والكرة وحسام غالي. كان معكم محمد حسن من قلب الحدث. في النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.